أجيال الحروب في هذا العالم 4 أجيال. الجيل الأول القتال بالسلاح الأبيض، السلاح التقليدي، السيوف والرماح، وهذه حرب الشجعان والفرسان. الجيل الثاني القتال بالسلاح الناري، وهنا تساوى الشجاع والجبان، ليس كل من يحمل سلاحا يكون شجاعا، وإنما قد يكون جبانا يترصد عدوه من حيث لا يراه. أما الجيل الثالث فهو جيل أسلحة الدمار الشامل، الذين ينتصرون باستخدامها هم أجبن الناس وأحقرهم وأنجسهم، لأن هذه الأسلحة تقضي على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات وعلى الجماد. أما الجيل الرابع أن تجعل العدو يقاتل نفسه بنفسه، وهذه حرب الجواسيس والعملاء، حرب المنافقين والمندسين، وحرب الطابور الخامس، وهي أخطر أنواع الحروب. الغرب الآن يقاتل بالتكلفة الصفرية، لا يخسر شيء. نحن من ندفع ونحن من نخسر وهم يتفرجون. نحن ندفع ونتغاتل من أجل مصالحهم، لذلك هم يشعلون الحروب والفتن في كل العالم. هذه الحرب الأخيرة، هذا الجيل الأخير، حرب الطابور الخامس والمدنسين والنشطاء والجواسيس، هذه أخطر أنواع الحروب. لذلك القرآن الكريم كشف لنا هؤلاء وسماهم بالمنافقين. أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم يخدمون عدونا وينفذون مخططات الأعداء وأجندة الأعداء، وهم في ديارنا وبين أبنائنا ومن بناتنا. قال الله جل وعلا عن هؤلاء كاشفا بعض صفاتهم: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. يهتمون بالمظاهر على حساب الجوهر وعلى حساب الروح وعلى حساب الضمير والأخلاق. وإن يقولوا تسمع لقولهم هم فصحاء بلغاء، يتلاعبون بالمصطلحات، يضللون البسطاء والعوام، يصطادون الجهال، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. شبابنا ينبغي أن يكونوا على درجة من الوعي ويعرفوا كيف تدار المعارك من الداخل ومن الخارج، وكذلك قادتنا وساستنا ينبغي أن يقدموا المصلحة العليا ويتنازلوا عن المصالح الشخصية ويكونوا عقلاء حكماء قبل أن تضيع هذه البلاد.